تبقى بتصور فجأة والدنيا بتبدأ تمطر مطر غير عادي. يعني كيلو المانجا هنا ب 260، يعني بالمصري 500. تندوري تشيكن كمية شطة تحرق قوي 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 يعني. اخر يوم لنا في جزيره مفوشي، دلوقتي رايحين على مدينه مالي عاصمه المالديف علشان خاطر نكتشفها ونشوف ايه اللي فيها، ودي اخر محطه لينا واحنا موجودين في المالديف. يلا بينا. لسه واصلين لجزيره هولو مالي، معرفش منطقه صح ولا لا، اقرب جزيره للمطار. احنا قاعدين هنا لمده ليله واحده بس، لان الطياره بتاعتنا بكره اندونيسيا، لسه مكملين رحلتنا. حجزنا المكان ده عن طريق اير بي ام بي ب 66 دولار. خلينا اوريكم المكان اللي احنا ساكنين فيه وبعد كده ننزل نكتشف ونشوف ايه اللي حوالينا. الغرفه بتاعتنا بسيطه خالص، سرير كبير وفي هنا برضو الدولاب شكله ظريف جدا، اوضه مكيفه وفيها مروحه، والاوضه عموما شكلها شيك ومناسبه جدا يعني. هنا الليفنج اريا برضو عشان خاطر لو عايز تقعد تستريح شويه تتفرج على التلفزيون مثلا، فمكان ظريف جدا صراحه. في بقى ايه كراب كابوريا صغيره كده شكلها لطيف. المكان صراحه شيك جدا. في هنا مايكرويف ظريف جدا، ثلاجه، مطبخ كامل فيه كل حاجه انت محتاجها. في هنا مكان للاكل برضه عشان لو عايز تاكل، بس عشان خاطر لو انت عايز تغسل لبسك او كده. اجمالا المكان ظريف جدا ومناسب لو انت جاي تقعد هنا ايه يعني ليله واحده. اخرك ان انت تقعد هنا ليله عشان تبقى قريب من المطار. تنقل من الجزر لحد المطار صعب جدا، فلازم انت تكون قريب من المطار عشان خاطر ما تخطرش. لو القارب اللي هينقلك من الجزيره لحد المطار او كده حصل مشكله، اتاخرت، راحت عليك نوم او كده، فهتبقى كارثه، لان الحاجات دي ليها مواعيد وان انت تفوت الميعاد، فده حاجه في قمه الخطوره. فعشان كده جينا نستريح في المكان ده شويه ونكتشف برضه جزر قريبه من المطار ونشوف ايه اللي موجود هنا وايه اللي بيتعمل. وبعد ما خدنا جوله في المكان تعالوا ننزل نتغدى ونشوف ايه الحاجات الموجوده حوالين المكان اللي احنا ساكنين فيه. طبعا المفروض ان المدينه دي مدينه عاديه مش سياحيه خالص. الناس الطبيعيين بقى عايشين هنا عادي وبيقضوا يومهم عادي. تلاقي هنا في سوبر ماركتات اسعارها مش سياحيه، تلاقي في محل بقاله، تلاقي كل المحلات اللي هنا لوكال، او الاسعار اللي هنا بتاعت المحلات مش اسعار سياحيه خالص، اسعار كلها اسعار عاديه جدا. الغريب ان الجزيره دي برغم انها جزيره شعبيه ولكن نظيفه جدا. المكان هنا نظيف لابعد حد صراحه. الشوارع يعني ما فيهاش اي حاجه خالص، يعني الدنيا رايقه، الناس راكبه موتوسيكلات وعربيات وايه مدياها على طول. وهنا المفروض المسجد اللي ورايا ده هو مسجد اسمه مسجد راشد، ثاني اكبر مسجد على جزيره مالي بعد مسجد سلمان. مسجد سلمان هو اكبر مسجد عندهم في جزيره مالي، ده اهداء الملك سلمان للمالديف، يعني اهداء كده منه، هديه منه. ده اللي ورانا ده ثاني اكبر مسجد وهو مسجد راشد. المسجد شكله غريب شويه، مكون من اكتر من دور، فيه دورين او 3 ادوار تقريبا، يعني غير المساجد الاعتياديه بتاعتنا اللي هو تخش فيه دور واحد يتصلي على طول. المسجد هنا تصميمه مختلف شويه ولكن شكله جميل جدا صراحه. المسجد صراحه من جوه نظيف جدا، ريحه البخور في كل حته وفي راحه نفسيه غير عاديه. برضه في هنا كراسي عشان خاطر لو انت عايز تقعد او كده، حد عنده مشاكل في الركبه او كده يقعد. مصاحف في كل حته عشان لو عايز تقرا قران. تخش بقى المسجد هنا في مصليات بتاخدها، الارض على البلاط على طول، فايه تاخد المصليات تفردها وتصلي على طول. مسجد جميل جدا 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 صراحه. الشوارع نظيفه والناس نظيفه والدنيا زي الفل. والاحياء برضه هنا تحس انها نظيفه جدا، يعني المكان شكله روش ولذيذ، المباني شكلها نظيف وجميله صراحه. تبص كده تلاقي نيسان جي تي ار راكنه، لا في نظافه. تبقى بتصور فجاه والدنيا بتبدا تمطر مطر غير عادي، يعني هنا المطر يفاجئك يبقى قوي وشديد جدا في نفس الوقت، تلاقي فجاه الدنيا ايه يعني غرقانه في دقيقتين بالظبط. فدي من الحاجات الملفته للنظر هنا في المالديف، المطر بيجي فجاه وبيجي كتير. واحنا بقى بنتمشى لقينا الجنينه دي الجنينه العامه في مدينه هولو مالو. الناس اللي عايشين على الجزيره عايزين يقضوا وقت حلو في الجنينه وبتاع، فيقدروا بقى يجوا هنا وسط الخضره، اللي عايز بقى ياكل، عايز كده يغير جو، يتبسط، يشم هوا كويس. برضه من الاماكن اللطيفه جدا اللي موجوده في الجزيره هنا، الناس بتيجي هنا تستريح فيها وتقضي وقت كويس. المكان نظيف جدا صراحه ولطيف، يعني في ناس هنا ايه واحد معاه بنته ايه جايين يتبسطوا يغيروا جو. في هنا قعدات عند الشجره لو انت عايز تقعد تاكل حاجه او تشرب حاجه، تقعد كده تحت الظل وتاكل اللي انت عايزه تقضيها. المكان برضه هنا لطيف للصور جدا، يعني ممكن تقف على الجسر ده وكده وتاخد صوره تبقى دي في الباك جراوند عندك جامده جدا صراحه. فتحس برضه ان الشعب المالديفي ايه بيحب ان هو يروق على نفسه، بيحب كده يقضي وقت ظريف وسط الخضره وسط الطبيعه. كنتش اتخيل صراحه ان المدينه عندهم تبقى بالشكل ده. تحس الموضوع فيه شبه من ماليزيا شويه، بس نظافه الشوارع، بنحس لون الخضره، ونحس الاجواء المحيطه في المكان عموما دمها خفيف جدا وظريفه، وتحس النظافه في كل حاجه انت بتشوفها. ده المفروض بقى ان هو ريد ويف اكبر ماركت عندهم هنا في الجزيره. خلينا نخش كده نشوف، ناخد فكره عن الاسعار ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. يعني هي حاجه عامله زي كارفور كده عندنا، ماركت اللي فيه كل حاجه انت بتبقى عايزها. كنت بقول لكم عليه ده مفيد جدا عشان الناموس، لان الناموس هنا كتير، فده ممكن تشتريه 35، يعني اضرب في 2 على طول 70 تقريبا عشان يحميك من الناموس. عندك بسكوت هنا بطعم الخضار ب 35، يعني بسكوت هنا بطعم الخضار ب 35. عندك الفان ميكس ده بسكوت برضو، يعني في ميكس بسكوتات كده ظريف ب 28 60 جنيه تقريبا. عندك هنا علبه مربى توت ب 34. اتفقنا بقى نضرب كل حاجه في 2. برينجلز بالجبنه ب 38، زيه برضو جاك اند جيل ب 30 صنع في ماليزيا، اغلب حاجاتهم مستورده. بسكوت ميلكا ب 39 80 جنيه، ريف فليك ب 10 يعني حوالي 20 جنيه، نودلز توم يام 12 24 جنيه. وهنا براند دوت اسوأ براند عصير لانكور، جربته كل الاطعمه بتاعته زي الزفت. لانكور ده ما انصحش حد بيه تماما، طعمه سيء. اسعار المشروبات هنا صراحه صادمه، اغلى من مصر بمراحل. يعني هنا الدايت كوك ب 15 يعني 30 جنيه تقريبا، اما بقى لو عايز ريد بول فالريد بول ب 40 يعني 80 جنيه. كولا زيرو لتر وربع سعرها 28، فسعرها ظريف نوعا ما. زبادي موفن بيك ب 12 روبيه يعني 24 جنيه. هنا في جاك فروت متقطع وجاهز 120 يعني حوالي
240. كيلو المانجا هنا ب 260 يعني بالمصري ب 500 تقريبا، 500 وشويه. انت احمد ربنا على الاسعار في مصر. هنا التونه 16 ونص بالمصري حوالي 32، فاعتقد نفس السعر في مصر، ممكن ارخص كمان. نحاسب بقى الحاجه. ثانك يو. جينا مطعم ده اسمه تشيك كينج. المطعم ده بيعمل فراخ مقليه، موجود هنا في جزيره هولو مالي. جعان صراحه وعشني الفراخ المقليه، فقلت ايه نجرب واحنا وحظنا، ربنا يستر. يعني الاكل في المالديف هنا في الغالب كاري ورز بالاناناس والفراخ وقصص، في مخاطره شويه ان انت تجرب اكل ويسترن، معرفش بقى جودته هتبقى عامله ازاي، لكن حبينا ان احنا ناخد الريسك يعني، فخلينا نجرب. جبنا بقى شويه حاجات كده مختلفه، حاجات صراحه شكلها ظريف. ده تشيكن شيزي فرايز، وده فراخ تندوري، قال لي انها حراقه جدا فربنا يستر يعني. ده شيزي جارليك بريد مع التشيكن برضه، فخلينا نجرب. فالحوار شكله لطيف صراحه. نجرب اول حاجه التندوري تشيكن، قطع فراخ معموله بخلطه تندوري، حط عليها شويه كاتشب، كميه شطه مش منطقيه. ايه ده يا عم؟ ده حراق قوي 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 يعني. انا بحب حراق بس ده حراق اوفر، فنركنه على جنب. نجرب بقى الايه جارليك تشيكن شيزي بريد. عندهم صراحه حاجات مختلفه، فكان عندي فضول ان انا اجربها يعني. جامد قوي، جامد قوي قوي قوي، هزار يعني. بص الميكس عليه صوص سبايسي، جبنه موتزاريلا، فراخ مع عيش بالثوم، حكايه. نجرب التشيزي فرايز مع الفراخ، فراخ مع بطاطس مع صوص جبنه مع خيار مخلل. جامده جامده جامده. الاكل جودته صدماني صراحه. مش عارف البراند ده مالديفي ولا براند انترناشونال، لو حد عارف يكتب لنا في الكومنتات، لان انا اول مره اشوفه صراحه، جديد عليا. نجرب اخر حاجه الفرايد، خلينا نشوف. نحط عليها شويه كاتشب عشان تبقى جاهزه. تحفه، اختيار رائع. تجربه اكل صراحه مميزه وخياليه بجد. المطعم صدمني من جوده الاكل بتاعه. وطبعا ما حدش يقول لي بقى ان انت بتبالغ او كده وبتاع، لان احنا في المالديف، فاكيد مش هعمل اعلان لمطعم فرايد تشيكن في المالديف يعني. بس الاكل صراحه توب التوب، خيالي. مدينه مالي صراحه مفاجئاني، النظافه والاجواء والاكل وكل حاجه ظريفه جدا. وانت مروح لازم تعدي هنا يوم على الاقل، هتتبسط، والاجواء ظريفه الصراحه ومختلفه. كده يبقى جولتنا في المالديف خلصت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، مش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.